عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه سريعه وحزينه من الخلاصه. قبل ما نبدا في سرد اخبار حلقتنا النهارده، خليني اقول لك ان من وقت وقف اطلاق النار استشهد على حسب التقارير الرسميه 241 فلسطيني في غزه، رغم اتفاق وقف اطلاق النار اللي المفروض ينهي معاناه اخواتنا في غزه، لان الجانب المحتل لازال بيقصف في منازل المدنيين العزل. خليني اقول لك ان بعد اتفاق وقف اطلاق النار مباشره كانت في غارات على المدنيين في غزه. المعاناه من مجاعه واستهداف للمدنيين العزل زالت مستمرة رغم اتفاق وقف اطلاق النار. نفس سيناريو غزة هو للأسف نفس سيناريو الفاشر في السودان. في الفاشر في مجاعة، في تعتيم اعلامي، في ابادة جماعية ونزوح للسكان الاصليين. الارقام اللي نعرفها عن الفاشر مجهولة ومفيش معلومة لينا مؤكدة، بس اللي اكيد ان الصهيوني مبقاش بس بيتكلم عبري للمرة التانية، ويمكن كتير كان متوقعها الحركة دي. لعبة GTA 6 هتتأجل شوية، والمرة دي مش لشهر او 2 أو 3 من اخر تأجيل، انما سنة كاملة وكام يوم على حسب انت بتشوف الحلقة دي امتى. الجزء الاكثر انتظارا من سلسلة العالم المفتوح الاكثر نجاحا بتتأخر للمرة التانية عشان الاطلاق الرسمي يكون يوم 19 نوفمبر من سنة 2026، وسط تكهنات متشائمة جدا ان اللعبة ممكن تتأجل مرة ثالثة. و19 نوفمبر 2026 وارد بنسبة كبيرة ما يكونش ميعاد اطلاق اللعبة لكل المنصات، لان على حسب تصريح فات للمدير التنفيذي لشركة تيك تو المالك لاستوديو التطوير روك ستار، ان الاطلاق اللي كان من المفروض يكون في 2025 بالتحديد في خريف 2025 كان هيكون من نصيب اجهزة الكونسول الاول زي الاكس بوكس والبلاي ستيشن من الجيل الحالي، وان على بدايات 2026 الاطلاق الرسمي لنسخة البي سي. فانا مش عاوز اكون متشائم واقول لك ان البي سي ماستر ريس هيتاخر اكتر من كده، لان على حسب باقي التصريح ان من المفروض ان مع اطلاق اللعبة ده هينشط من مبيعات الكونسول وقتها. ده كان الكلام الاول لما كان الاطلاق الرسمي للعبه السنه دي او اليومين اللي احنا فيهم دول، لان ده نفس السيناريو اللي حصل لجي تي اي 5. اللعبه نزلت الاول في 2013 في شهر سبتمبر على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. بعديها بسنه وبالتحديد في نوفمبر 2014 نزلت اللعبه من تاني، بس المره دي على اجهزه الجيل الجديد وقتها البلاي ستيشن 4 اكس بوكس 1. عد معايا بعدها كده 7 شهور كمان نزلت نسخة البي سي في ابريل 2015، مش في نفس السنة حتى، يعني ما بين اطلاق اللعبة لأول مرة لحد ما نزلت على البي سي سنة و7 شهور. ده نفس السيناريو اللي حصل ريد ديد ريديمشن 2 بالمناسبة، بس على اخف شوية، سنة واحدة ما بين الكونسول والبي سي. ففي اسوأ الظروف ملاك البي سي يا هيشتروا كونسول يا هيستنوا ل 2028، والله اعلى واعلم. سبب التأخير الجديد على حسب تصريح روك ستار الرسمي هو ان اللعبة، واسمع الكلمة دي كويس، محتاجة بولش اكتر، والسياق اللي استخدموا فيه الكلمة دي عشان تجربة اللعبة. سبب التأخير انهم محتاجين وقت اكتر عشان يقدموا تجربة افضل للمستخدم، ودي كلمة ما هياش جديدة على روك ستار، استخدمتها قبل كده لما سألوها عن سبب تأخير نسخة البي سي من الجزء اللي فات من جي تي اي. اللذيذ في الموضوع ان الفرق الزمني ما بين الجزء الخامس والجزء السادس هي فترة زمنية عمرها يوصل ل 13 سنة. في ناس لعبت اللعبة وهم مراهقين دلوقتي تقريبا متجوزين ومعاهم اطفال، هما الاتنين بقوا مستنيين الجزء الجديد. تأجيل جي تي اي ما هواش احزن خبر السنة دي، بتتوالى الاخبار الحزينة في حلقة النهاردة باكثرهم حزنا، واللي للاسف هيكون ليه تأثير سيء جدا على سوق الهاردوير خلال الفترة اللي جاية، لان قيس فجأة كده اسعار الرامات الدي دي ار 5 اتضاعفت بين ليلة وضحاها. يعني مثلا سعر الكت ال 64 جيجا على اول السنة كان في حدود ال 150 يورو، حاليا سعر نفس الكت من حيث المساحة والترددات وحتى زمن التأخير ونفس الشكل وصل ل 290 يورو. على موقع بي سي بارت بيكر سعر كت ال 32 جيجا رامات ال 6000 ميجا ترانسفر وزمن التأخير 30 اللي هي تعتبر اشهر كت اي حد بيجمع جهاز جديد بيشتريها، نط من سعر 106 دولار ل 239 دولار. وده مش معناه ان مسألة ارتفاع اسعار الرامات مش بس واردة او جاية او في حاجة احتمال تعطلها. للاسف ارتفاع الاسعار في الرامات بدأ خلاص وبشكل جنوني جدا، والسبب في ارتفاع الاسعار بشكل اساسي
الاساسي هو الاي اي او الذكاء الاصطناعي، وده ناتج من الطلب الغير طبيعي على الهاردوير المستخدم في عمليات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت شركات، افراد، او حتى الدول ذات نفسها بقى ليهم نصيب من ثورة الاي اي في الوقت الحالي. لكن ده ما هواش السيناريو الأسوأ ان من دلوقتي في تخوفات شبه مؤكدة على ان اسعار الرامات في خلال شهر نوفمبر الحالي هتزيد قيمتها 3 مرات. وللاسف السبب في كده هو واحده من مصنعي الرامات وهي شركه سامسونج. سامسونج هي اكبر منتج لشرايح الذاكره، سواء الدي رام تشيب او الناند فلاش المستخدمه في الاس اس ديز. على حسب المنتشر ان الشركه وقفت عقود التوريد للعملاء عندها او للشركات المصنعه. العقود دي المفروض كانت بتضمن نوعا ما استقراريه اسعار لفتره زمنيه معينه، فدلوقتي اصبح التسعير او وضع الرامات بشكل عام غير معروف وغير مستقر تماما. وده لان سامسونج مستحيل انها تقبل بخسارة فلوسها بانها تثبت سعر وتزود انتاج وسط طلب كبير جدا. وده معناه اننا مش بس هنقابل ارتفاع اسعار، احنا كمان ممكن نشوف نقص حاد في المعروض. وده على عكس اللي انتشر في فترة كبيرة ان اسعار الرامات هتنخفض بشكل كبير في 2025. اي نعم الرامات الدي دي ار 5 اسعارها اتحسنت كتير جدا والفرايتي بتاعتها كترت بشكل غير طبيعي في اوائل 2025، وكان الانخفاض ده المفروض ان هو يستمر، ولكن لو اتعلمنا حاجه في سوق الهاردوير ان مفيش حاجه مضمونه. وضع زي كده مش بس هيأثر على البي سي او اجهزه الداتا سنترز المستخدمه في معالجه الذكاء الاصطناعي. للاسف سيناريو زي ده هيطول اجهزه كتيره جدا. ده هيطول اجهزه زي اللابتوب والسمارت فونز وتقريبا اي حاجه بتعتمد على الدي رام تشيبس اللي هو نوعا ما كل حاجه حوالينا. مفيش ميعاد او تكهن عن امتى الازمه دي ممكن تنتهي، وهل التأثير بس هيكون على مستوى شرايح الرامات بتاعه البي سي الرام، ولا هياخد في سكته حاجات تانية زي الاس اس ديز مثلا او رامات كروت الشاشه. مش هطول عليك اكتر من كده لان دي اكتر واهم واتعس اخبار نزلت اليومين اللي فاتوا. فلحد الحلقه اللي جايه من الخلاصه ما تنساش تعمل لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، سبسكرايب للقناه عشان ان شاء الله اشوفك في الحلقه اللي جايه.